ازيكم حبايبي؟ هنعمل مع بعض النهاردة الكحك الجميل ده بكوبايتين سمنة بس، وعملنا كمية كبيرة وطعمه رائع بجد، هيعجبكم جدا. يلا ناخد المقادير مع بعض ونشوف عملناه ازاي. عندي المقادير هنا كوبايتين من السمنة البلدي، حطيتهم في الحلة ورفعتهم على النار لغاية ما عندي السمنة تسيح او تتقدح، بس حاجة بسيطة، مش ضروري ان احنا نقدحها قوي، دايما بتتقدح لما نكون هنعمل كميات كبيرة. بعد كده بجهز نص كوباية من المية السخنة، بحط عليها معلقة كبيرة من السكر عشان تنشط الخميرة، وخميرة فورية معلقة واحدة بس، مش عايزة اكتر الخميرة علشان ما يطلعش عندي الكحك النقشة تروح منه لو خمران قوي. بعد كده بجهز الدقيق واحط عليه رشة ملح وبحطه على السمنة بعد ما سخناها. حطيت الاول 4 كوبايات من الدقيق، وبشوف كده السمنة هتسحب كل الدقيق او هتتشرب الدقيق، هيشرب السمنة كلها ولا لا. عندي هنا لسه طرية ولسه كمان ما ضفناش الخميرة. ضفت كمان كوباية من الدقيق، يعني 5 كوبايات من الدقيق. هو تقريبا هياخد معايا 5 كوبايات دقيق وحوالي رشة صغيرة كمان من الدقيق، معلقتين او حاجة من الدقيق. حطيت بعد كده عندي نص كوباية المية بالخميرة، وهقلبهم كويس واعجنهم كويس. طبعا السوائل اللي هنضيفها مش هنضيف اكتر من نص كوباية دي، والسمنة بس، علشان لو احنا ضفنا مية اكتر هتلاقيها تقلب على قرص بقى، مش كحك. فعشان الكحك عندي يبقى ناعم لازم ما ازودش المية. عندي لقيتها هنا طرية شوية، هضيف عليها شوية حوالي معلقتين من الدقيق، واتأكدت انها عندي طرية. وعندي لازم ان انا اعجنه حلو قوي. الكحك بالذات اللي هو عايزاه ناعم لازم يتبس كويس ويتعجن كويس كده، واقعد اقلب فيه كده واطري فيه. لو انتوا شايفين لازم اتأكد ان هو بقى طري، وتأكدت ان هو مش بتشقق. بعد كده هجيب عين جمل واحشيه بيه، وعندي كمان المعيار اللي انا عشان الكحك كله يطلع نفس المقاس، هعاير بيه الكحك. هبتدي اطريها في ايدي، لازم الكحك يبقى طري، اقعد اطري فيه كده علشان يطلع عندي كحك ناعم. وبعد كده بحشي العين الجمل، والتزويق بقى بالمنقاش، او عندي في تزويق تاني شكل او نقشة تانية اللي هي بتبقى زي الشبكة كده، سلك كده برضو بتدي شكل حلو، هنشوفهم هنا في الفيديو. وبحشي بقى، ممكن احشي عين جمل، ممكن بحشي بالملبن، ممكن باللوز، بندق، اي حاجة عندنا احنا ممكن نحب نحشيها. بعد كده برصه بقى في صواني، وبدخله على درجة حرارة 180، ما بزودش عن 180 عشان يكون مستوي. عندنا هنا كحك طلع جميل جدا. ودي النقشة التانية اللي انا قلتلكوا عليها، بالنقشة اللي هي شبه السلك كده، هتلاقيها موجودة في كل مكان اللي بيبيعوا الحاجات المنزلية. طبعا انا هنا مش هحط عليه سكر الا قبل ما ناكله، بس انا حبيت اوريهولكوا بس. عندي بشيله ادام لسه مش ناكله دلوقتي، بيتشال في علبة مثلا تتغلف ونحط لها اكياس. عندي هنا زي الكحك جميل قوي، لو انتوا شايفينه طالع ناعم خالص، غريبة خالص،
وبرضو الكحك مش اول مرة اعمله، انا بعمله من زمان جدا. جبت هنا علبة مطبخ، علبة اللي عندنا في المطبخ، وبحط كيس للتغليف وابتدي ارص فيه بقى الكحك. اهم حاجة ان هو يتغلف كويس عشان ما تطلهوش الرطوبة، لان الحلويات بالذات البيتي فور والبسكوت والغريبة الحاجات دي والكحك نبعدها عن الرطوبة خالص، فلازم اغلفها في اكياس او علبة ونحطها في اكياس. الاكياس طبعا لوحدها مش هتنفع. طلع جميل جدا وشكله جميل، وعمل كمية حلوة قوي معايا، عمل حوالي 50 من الكحك، 50 واحدة. الشكل ده كمان جميل قوي، عجبني اكتر من المنقاش كمان. لو هو متوفر عندكم انا اوريكم هو ده الشكل اللي انا عملت بيه. لو عجبكم بقى الفيديو ما تنسوش اللايك والشير، سبسكرايب وتفعيل زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. باي باي.